قريبا من قلعة العليقة تقع قلعة بني قحطان، وهي قلعة مهدمة بشكل كبير، سورها الباقي مبني بألواح حجرية كبيرة، وتدل الأجزاء المهمة الباقية أنها تعود إلى القرن 12 للميلاد. المعلومات عن بناء القلعة ونشوئها قليلة جدا، لكن المعروف أنها كانت قائمة بداية القرن 11. سيطر عليها صلاح الدين الأيوبي عام 1188 للميلاد أثناء استعادته لمناطق الساحل من الصليبيين، وكانت في تلك الفترة تتبع مرفأ جبلة التي دخلها جيش الفتح الإسلامي عام 638 للميلاد عام 17 للهجرة بقيادة الصحابي عبادة بن الصامت الأنصاري العامل تحت إمرة القائد أبو عبيدة بن الجراح. وقد عمل المسلمون على تعزيز قلاع المنطقة وبناء قلاع أخرى في حروبهم، وخاصة مع الصليبيين، ومن ذلك قلعة بني قحطان التي وإن غابت عنا دوافع بنائها الأولى، لكن المؤكد أنها لعبت دورا أثناء اجتياح الأيوبيين للساحل السوري.